ميزامي أزول في اللون. مرحبا بكم معايا فيديو جديدة. اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم بزاف واللي هو الثقة في النفس. قبل ما نبداو اشتركوا في القناة، خليو جيم وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الثقة في النفس هي واحد الحاجة اللي كتجي من الأعماق ديالك، بعيدة كل البعد على داكشي اللي كيقولوا لينا. حل يديك، شوف في المرايا، رفع صوتك إلى آخره. هادشي كامل غير نتائج ديالها. الثقة في النفس هي واحد الحاجة اللي كتكون فيك بدون وعي منك، ومني كنهضروا على اللاوعي فاحنا كنهضروا على واحد الحاجة اللي ما عندكش تحكم مباشر بها. ما يمكنش شي واحد فينا غادي يفيق الصباح ويقول انا تايق في راسي وصافي. الثقة خاصك تغرسها في الاعماق ديالك، ومن وراها اكيد حياتك غادي تبدل الاحسن. كاينين جوج ديال الطرق باش تغرس الثقة في الداخل ديالك، وحده شويه صعيبه وحده سهله. نبداو بالطريقه اللي شويه صعيبه. الثقة هي الوصول لواحد الحاجة اللي كبيرة ومهمة بالنسبة لك. مثلا بالنسبة لك الحاجة المهمة عندك في الحياة هي دير الفلوس، ولا تولي مشهور، ولا توصل لواحد الفورمة اللي عاجبك. إلا وصلتي للهدف المهم والكبير ديالك اوتوماتيكمون كتولي تيق في راسك. باش نكونوا واقعيين، هاد القضية شوية صعيبة بالحق، ماشي مستحيلة، غير هو انت محتاج الثقة في النفس. ما يمكنش تسنى حتى توصل للهدف المهم في حياتك. دونك ندوزو للطريقة السهلة. بما ان الثقة في النفس كيف قلنا قبل هي واحد الحاجة اللي كتغرسها في اللاوعي ديالك، فالطريقة باش تحقق هاد الشي هي التكرار. فشنو غادي تبقى تعاود وتعاود باش تغرس هاد الثقة في النفس؟ اول حاجه خاصك ديرها هي تعطي قيمه لراسك، خصوصا ملي كتكون حدا الناس. هذاك المحيط ديالك ما عارف عليك والو، دونك ما عمرك تحس بالنقص قدام الناس، وما عمرك تشوف باللي شي حد حسن منك. القيمه اللي غيعطوك الناس هي القيمه اللي انت عاطيها لراسك. ما تبقاش تقارن راسك مع الناس، انت احسن من داكشي اللي كيبان لك. إلا بغينا نعطيو شرح للثقة في النفس، نقدروا نقولوا أن الإنسان اللي تيق في راسو هو إنسان عنده اكتفاء ذاتي، يعني ما محتاجش القبول ديال واحد آخر، عارف قيمته وعارف راسو على ايش قاد. في وسط مجتمع اللي كل شيء تقريبا فيه مهووس براسو وكيعجبو يهضر على الانجازات ديالو، انت غادي دير العكس، غادي دير فحال الناس اللي تيقين في راسهم، الناس اللي ما محتاجينش القبول ديال الناس الاخرين. وهادشي اللي غنقول لك دابا ما ديروش غير على ود الناس باش تثبت انك تايق في راسك، لا، ديرو حيت انت خديتي هاد القرار، ماشي باش تعجب الناس الاخرين. ملي كنقول لك كون انسان اللي ما محتاجش القبول ديال الاخرين، كنقصد ماشي اي واحد تلاقيتيه كتقول له انا عندي الطوموبيل، انا راني خدام، انا راه شريت الدار، انا انسان نيه، انا انسان قاري الى اخره. انجازاتك خليهم لراسك، ما تهضرش عليهم مع اي واحد الا كانت في سياق مناسب. ما عندها حتى شي معنى تحاول تنشر المميزات ديالك مع اي واحد، حق انا ذكي، انا ظريف الى اخره. في كاع الاحوال المميزات ديالك غيكتشفوهم الناس اللي غيوليو قراب ليك، دونك ما تبقاش تحاول تثبت راسك الناس الاخرين. الفرق ما بين انسان اللي عنده الثقه في النفس والانسان اللي عادي ما كيثيقش في راسو هو ان الانسان اللي تيق في راسو كيخلي نقاط القوه ديالو مخبيه، وكيركز على نقاط الضعف ديالو كيخدمهم باش يرجعوا نقاط قوه. العكس ديال الانسان العادي اللي ما عندوش ثقه في النفس، كيخبي نقاط الضعف ديالو وكيبين نقاط القوه ديالو. دونك اول حاجه خاصك ديرها هي تقبل نقاط الضعف ديالك، افتخر بالعيوب ديالك، وما تخافش انك تبينها، وما تحاولش انك تبان ديما بصوره زوينه. تصالح مع راسك، تقبل راسك، والعيوب اللي تقدر تصلحها صلحها، واللي غير قابله انها تصلح ما عندك ما دير، غتقبلها وما تسوقش الاراء الناس اللي عليك. ما عمرك ما تبدل راسك على قبل الناس، ما تبررش الاختيارات ديالك. اي حاجه كتعجبك ماشي ضروري تعجب الناس الاخرين، دونك ما تحتاجش انك تدافع عليها. الا سولوك الناس علاش ما بغيتيش دير واحد الحاجه، مثلا علاش ما كتسمعش لهذا النوع ديال الاغاني، علاش ما تلبسش بهذه الطريقه، علاش ما كتفرجش لهذا النوع ديال الافلام الى اخره، فانت كانسان كيثيق في راسو كتجاوب بزوج كلمات فقط: انا كيعجبني ولا كتعجبني هاد الحاجه.
وكما انت ما غتبررش بيان سور الاختيارات ديالك للناس، فما تطلبش من الناس انهم يبرروا الاختيارات ديالهم. اي فوالا، هكذا غنكونوا سالينا لا فيديو ديال اليوم. الى عجبتكم بارطاجيوها مع صحابكم. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. نشوفكم فيديو جاي.